لو قالولك البيبي عنده التباك حلمات وانتي مش فاهمة يعني ايه، تعالي فهمك. دي مشكلة بتحصل لما البيبي يرفض يرجع لثدي الأم بعد ما يجرب رضاعة الببرونة. طيب ازاي أقدر أتفاداها ومتحصلش معايا؟ هأجل تقديم الببرونة أكبر قدر ممكن من شهر لشهر ونص. هستبدل السرنجة والكوب والسوفت كاب وكمان الرايل بديل للببرونة. هعمل سكان تو سكان دايما مع البيبي طول الوقت أول ما أحس إن هو هيرفض. هقدم الببرونة بطريقة البيست بوتل فيد، وكمان هحرص ان الببرونة بتاعتي شكلها شكل الحلمة يكون صديق للرضاعة الطبيعية، وطبعا بأقل تدفق موجود. وعلشان في أمهات كتير بتواجه المشكلة دي، قدمت لكم إن شاء الله يوم 28 و 29 ورشة الحلول الذهبية لإعادة الإرضاع وزيادة الإضرار. يلا الحقي اشتركي واحجزي مكانك قبل الأماكن ما تخلص بسرعة، واكتبي لي ورشة ذهبية في الكومنت أو بعتيلي رسالة هتوصلك كل التفاصيل. ومستنياكم إن شاء الله. مع السلامة.